50,000 مشجع اليوم لمساندة النادي الأهلي باستاد القاهرة الدولي. بيبدأ الاستاد بيفتح كده أبوابه من الساعة تقريبا 12:30 الظهر، وحتى الساعة 8 مساء، يبقى قبل المباراة بساعة هيقفل أبواب الاستاد، هتغلق تماما. يعني لو حضرتك معاك تذكرة ورايح متأخر مش هينفع تدخل. طب أنا كجمهور النادي الأهلي رايح للمباراة، بيبدأ الاستاد يفتح من بعد الساعة 12 الظهر. تقدر إن حضرتك تاخد معاك التذكرة بتاعتك، تاخد البطاقة الشخصية. ممنوع طبعا إن أنت تاخد أي ألعاب نارية، ممنوع إن أنت تاخد أي مواد حارقة أو مواد مشتعلة، ممنوع أيضا دخول الاستاد بكافة المواد اللي هي الصلبة. طبعا كمان لازم ان احنا نسمع تعليمات الامن، يبقى الامن بيوجهني بيقول لي تدخل من هنا، تدخل من البوابه الفلانيه، تنتظر. كل الكلام ده كله مطلوب من الجمهور ومن ال50,000 مشجع اللي بيساندوا النادي الاهلي اليوم ان شاء الله. كمان ايضا مطلوب من مشجعي النادي الاهلي ما تهدرش نفسك وما تتعبش نفسك الساعه 6 والساعه 7 والساعه 8 في التشجيع للنادي الاهلي. لا، الوقت ده لازم ان انت الوقت ده يعني تدخل تنتظر، تحاول ان انت توفر مجهودك ل90 دقيقة مع بداية اللقاء وبداية دخول اللاعبين أيضا لعمليات الإحماء قبل المباراة. من هنا بيبدأ تشجيع اللاعبين. دايما الناس بتشجع، ودايما المشجعين بيدخلوا، ويبقى فيه هناك بقى عملية تشجيع كبيرة جدا وعملية حماسية قبل المباراة. مش مطلوب أبدا الوقت ده، لأن طبعا الجمهور بيكون تعب أثناء المباراة، والمشجعين كده بيبقوا خلاص تعبوا ومش قادرين إن هم يكملوا تشجيع. يبقى مطلوب من مشجعي ومن 50,000 مساند للنادي الأهلي إن هم يكونوا مساندين أثناء اللقاء وليس قبل اللقاء بساعتين وثلاثة. الحاجة أيضا المطلوبة من جمهور النادي الأهلي، تريح عشان تشجع النادي الأهلي بس، تريح عشان تشجع لعيبة النادي الأهلي، لابس تيشيرت النادي الأهلي، معاك أعلام النادي الأهلي، شجع فريقك فقط. فريق الوداد البيضاوي المغربي هو ضيف للنادي الأهلي وضيف للكرة المصرية. ونتمنى ان بقى الجمهور ايضا يتحلى بالروح الرياضيه ايا كانت نتيجه اللقاء. في الاول والاخر هي مباراه في كره القدم، ولازم الجمهور يعرف الكلام ده. انتهى اللقاء ان شاء الله بفوز النادي الاهلي، يبقى خير وبركه. الجمهور يساند النادي الاهلي حتى خروج اللاعبين من ارض الملعب. لا قدر الله اي نتيجه غير ايجابيه للنادي الاهلي، برضه لازم الجمهور ايضا يكون بيتميز بالروح الرياضيه للاعبي الفريق الخصم. مفيش اي تشجيع الا للنادي الاهلي، مفيش اي سباب لاي لاعب، مفيش اي خروج عن النص باي شكل من الاشكال. انت كجمهور للنادي الاهلي رايح تشجع، رايح تحتفل، رايح في ليله من 1000 ليله وليله على راي الكابتن مدحت شارب، ان شاء الله تكون ليله حمراء للنادي الاهلي. طبعا ايضا ممنوع ان انت ترمي اي حاجه على ارض الملعب، ترمي اي معاك زجاجات مياه فارغه او اي مواد صلبه على ارض الملعب. كل الكلام ده ممنوع ومخالف، وطبعا بيشوه، وعايزين اسم وسمعه الكره المصريه والنادي الاهلي تشرف كل مصر وتشرف كل العالم في هذا اللقاء. لو حضرتك قاعد في الملعب وشفت حد بيسيء او بيعمل او بيكسر او بيعمل الكلام ده كله، لا، موجود الامن او موجود الناس المشرفين والمنظمين، تبلغ وتقول عليه لا الراجل ده بيعمل غلط، لان ده دخيل على جمهور النادي الاهلي ولا ينتمي لجمهور النادي الاهلي باي صفه من الصفات. ان شاء الله تكون ليله حمراء للنادي الاهلي، ونتمنى الفوز دائما للنادي الاهلي، والمباراه تخرج بروح رياضيه على اعلى مستوى، وكل توفيق للنادي الاهلي في هذا اللقاء.